سلام. في هذا الفيديو جا لقيطة ديال الشريحة اللي كنصاوب معكم كل عام تقريبا، وكل عام كنقول هاد العام نصاوبها قبل باش تكون واجدة عندي في الفصل ديال الخريف، ولكن بحال الاعوام اللي قبل ديما كنتعطل باش نوجدها. اما هي خاصة في الاول ديال الخريف تكون واجدة، وحتى اللي تعطل في الاول ديالو يبداها، لانها تقريبا باش كتكون فعالة خاصها تبقى واحد الشهر. مهم هنايا هاد المرة جبت هاد الشريحة هادي البلدية، الكرموس البلدية، وعاد غادي نشرحها انا بيدي. راه كتكون حتى هي يابسة. استعملوا اي نوع د الشريحة، تقدروا ديروا حتى الشريحة اللي تتكون في الزلاق، اولا هادي الكحلة كتكون حتى هي فيها بزاف د الفوائد. هذه هي طبيعية بيو. هذاك الشيء ملي لقيتها عجباتني وجبتها باش نستعملها في هذه الوصفة وفي وصفات واحد اخرين علاجية للبرد. وكما قلت لكم اللي بغى نصائح اكثر باش ولا باش تعرفوا معلومات اكثر على هذه الوصفات الطبية، خليو لي في التعليقات باش نعطيكم الرابط ديال الحساب ديال اخصائيه التغذيه اللي كتهضر على هذا الشيء بشكل صحيح، حيت انا ماشي التخصص ديالي، ما غاديش نقدر نتعمق معكم بزاف في هذه المعلومات. انا كنشارك معكم غير الوصفه. المهم كما قلت لكم ديروا اي نوع د الشريحه ود الكرموس كتبغيو، كاين اللي كيدير حتى التمر، كاين اللي كيزيد الزيتون حتى هو هي الكحل. المهم انا كنخلي الوصفه بسيطه باش اي واحد يقدر ياكلها باش ما كتجيش ثقيله. كاين اللي كيخلط معاها زرارع اخرين، انا كندير غير الزنجلان بوحديتو، وغادي نزيد نعمر على هاد القرعه هادي، نعمر عليها زيت البلديه. كاين اللي كيكثر في الزرارع، وكاين اللي كيدير حتى الثومه بعدا ما كينصحوش بها نهائيا. الا دخلتوا للحساب ديال الاخصائيه التغذيه راه غتلقاو باللي هضرات على الثومه مع الزيت باللي كدير واحد التسمم، يعني ما صالحاش انكم ترقدوها في الزيت. تخليو الوصفه طبيعيه بحال هكا. من الاحسن انكم ما تكثروش الزرارع، الا بغيتو تاكلوا ديك الشيء الاخر ديروه في شي وصفه واحده اخرى. المهم هذه هي الوصفه الطبيعيه الاصليه. كديروا الزنجلان مع الشريحه ولا الكرموس اي نوع، الزيت البلديه، كتسدوا عليها مزيان وكتخليوها في بلاكار مده ديال 20 حتى ل 30 يوم من الأحسن، باش كيكون ديك كامل تفاعل، ديك المكونات تفاعلوا مع بعضياتهم وكيعطيو النتيجة اللي محتاجينها. اللي ما عندهمش القراعي ديال الترقاد اللي كيتسدوا مزيان، ديروا هاد الطريقة هادي، راه أي قرعة تقدر تصلح، مهم تكون ديال الزاج وتكون معقمة. أنا كنزيد هاد السلوفان غير باش للسلامة وصافي. دابا غادي نسد عليها ونكتب، ندير واحد التيكيته ديال التواريخ حيت وليت كنسى بزاف. ندير تيكيته ديال التاريخ فوقاش صاوبتها، وغادي نخبيها حتى توصل الوقيته ديالها ان شاء الله. واللي مازال ما شاف الوصفه الثانيه اللي صاوبت معكم راني حطيتها لكم من قبل، تلقاوها في الصفحه النيت ديال الثومه. باش ما ديروش الثومه في الزيت لان كما قلت لكم كدير تسمم. فبهاد الطريقه هذه الثوم المخمر كاين اللي كيخمرها في الماء، كاين اللي كيخمرها في العسل. انا مادام توفر عندي العسل الحره درتها في العسل باش كتجي زوينه وصحيه. هاد الوصفه هذه راني شاركتها معكم من قبل، بغيت انا غير نوريكم ديك العسل اللي كانت جامده راها ولات جاريه ولات